مساء الخير، اهلا وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي اذاعه بوير اف ام على الموج 103.5. اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده، ورمضان كريم علينا وعليكم ان شاء الله. يمر رمضان ويجي العيد ونكونوا كلكم بخير وسلامه. برنامجنا الطبي صحتك بالدنيا بلش وضيف جديد وحلقه جديده. اسمحوا لي رحب بضيفنا الدكتور بركات الكلاك، اخصائي بالامراض الداخليه والقلبيه، خريج جامعه حلب وما شافيها. اهلا وسهلا فيك دكتور بركات. الله سلامات. هلا مستمعينا، اي حدا حابب ينضم لنا، اي حدا حابب يسال، طبعا راح يكون موضوعنا عن الصيام والتهاب المعده والامعاء. المرضى اللي عم يشكوا عاده بالايام العاديه سواء او برمضان عن هالموضوع هذا. الاتصال بالرقم الارضي 429 101. فيكن ايضا عبر اتصال أو برسالة عبر الواتساب عبر رقمنا 093 82 80 81 4. أيضا مشاهدينا يلي ساكنين وقاطنين برات البلد عبر بثنا المباشر بوير عربي أو راديو بوير، برسالة أكيد راح نجاوب على أسئلتكم. شيرين وشيزر زملائي بالكنترول بتشكرون كتير. راح نبدأ لقاءنا مع الدكتور بركات الكلاك مثل ما ذكرنا، أنه أخصائي بالأمراض الداخلية والقلبية. موضوع التهاب المعدة والأمعاء الشائع أغلبية الناس ولأسباب معينة. يا ترى شو هي الأعراض، شو هي الأسباب والعوامل المسببة للمرض هذا والحالة إذا جاز التعبير، كيف يتم التشخيص، شو العلاج، شو التوصيات. أكيد هدول كلها راح يحكي لنا عنها الدكتور بركات. لكن بالبداية كتعريف وكمدخل لموضوعنا دكتور، لو تحكي لنا عنه. التهاب المعدة والأمعاء عبارة عن التهاب يصيب الجهاز الهضمي المعدة والأمعاء، يتظاهر بإسهالات أو إقياءات. الأعراض ممكن مع ترفع حروري أو بدون ترفع حروري. تماما دكتور. الأسباب مثل ما حكينا هي الفيروس، فيروسية، وفي عندك بكتيريا جرثومية، وفي طفيلي، وفي مناعي. هذول الأسباب اللي تؤدي لالتهاب المعدة والأمعاء. ممكن يتوسع بالفيروسات يعني. تماما. هلا الفيروسات أشياء الفيروسات اللي بتسبب التهاب المعدة والأمعاء أو مسميها الإنفلونزا المعدة بتصير. أيوة. يعني التعبير هي الرونو فيروس والروتا فيروس، الفيروس العجلي. هلا هذا طلع له لقاح، اللقاح كتير خفف كتير من الجائحة اللي أجت، كانت الجائحة قوية والحمد لله خفت كتير بفضل اللقاح اللي عم ياخذوه المرضى. دكتور، هاي الجائحة هاي كيف كان شكلها لو تحكي لنا؟ إسهالات صفراوية، كانت جائحة كبيرة، بس الحمد لله على اللقاح تحسن كتير، يعني خفت كتير، يعني كتير ما بقى نشوفها، يعني حالات نادرة صرنا نشوفها يعني بالروتا فيروس بالذات، يعني العجلي. الحمد لله. يعني في السابا فيروس وفي الادينو فيروس الغدي، يعني هذول قليل يعني صراحة بنشوفهم، يعني نادر يعني. عند الأطفال نادر، وعند الأطفال بنشوفهم نادر، يعني مو تماما. دكتور، لو نرجع شوي لموضوع انه شرح التهاب المعدة والامعاء، يعني كيف شكله بيكون لما المريض سواء كان بالبيت، شو الاعراض اللي عم تظهر عليه؟ غالبا اسهالات او اقياءات. اسهال وقياء يعني. تماما. ايوه، ممكن اقياء وممكن اسهالات، يعني غالبا مترافق مع مغص ولا؟ مع مغص طبعا، مترافق مع مغص. أيوة. والم بطني وحالة ممكن يعني يوصل لدرجة وهن دوراني، يعني هبوط. أيوة. ضغط. يعني الوهن العام كمان هيك. وهن عام طبعا. أيوة. يعني ممكن اعراض تجفاف تصير عنده نتيجة الاسهال والاقياءات، يعني بفقد سوائل كثير. تماما. ايوه. دكتور، لا الموضوع التهاب المعدة والأمعاء هذا بيصيب أي فئات من الأعمار أكثر شيء، يعني سواء الأطفال أو المتوسطي الأعمار؟ ممكن يصيب كل الأعمار، ما في عمر محدد يعني. أيوة. يعني بس غالبا يكون الإنذار يعني عند الأطفال أكثر شيء، بنشوف عند الأطفال أكثر من يعني صراحة الشباب بيكونوا واعيين يعني بيكونوا بس طفل صغير ممكن يعني يأكل شغلة بالأرض، ممكن يعني ما أكيد. مو واعي يعني طفل يعني يبقى طفل. إذن هيك وجهتنا لموضوع سؤال إنه العوامل المسببة لحدوث الحالة هاي دكتور، معناتها مرتبط بالعدوى. ممكن اتصال مباشر عن طريق المريض، مكتسب يعني. مكتسب عن طريق المريض، ممكن الكاسة أو المعلقة أو الأسطح، يعني مثلا مريض مصاب أجل لمس الكاسة، الأغذية المكشوفة، كل الدور يعني. الخضار والأطعمة اللي ما بيغسلوها طبعا، يعني والغير مطهية، الفواكه والخضار اللي طبعا غير مطهية، واللي يعني مثلا
شو بدي اقول لك، يعني لساتها نية مثل الخضار أيوة. أكيد يعني. أيوة. دكتور، الأعراض اللي عم تظهر مثل ما ذكرت من شوي إنه هي إسهال وإقياءات، أيوة. مغص، ترفع حروري. ليش ترفع حروري دكتور؟ يعني بيرافق الحالة هاي، وأحيانا بيكون الحرارة ما هالدرجات الكبيرة. الفيروس بيكون خفيف بس الجرثومي بيجي أقوى. يعني نميز الفيروس عن الجرثومي. الجرثومي غالبا بيكون حرارة عالية كتير. أيوة. عندك الحمى التيفو والسلمونيلا هي بتيجي حرارة كتير عالية، بتصل فوق 40 اللي بالعامية بتسمى حمى التيفويد. أيوة. أيوة تماما. بقية الإشريخي كولي وهذول بيكون أخف شوي يعني. يعني بس بقى كمان في حرارة. الجرثومي في البكتيريا في حرارة، كل التهاب قوي. تماما. الفيروس أخف يعني. رح ذكر مستمعينا أنه جديد بلشنا لقاءنا مع الدكتور بركات الكلاك، أخصائي بالأمراض الداخلية والقلبية. موضوعنا عم نحكي عن التهاب المعدة والأمعاء الشائع عند غالبية الناس اللي بيصير، ربما يكون عرضي، فأحيانا ربما يكون في أسباب أخرى أكيد رح نحكي عنها هي ضمن لقائنا. أي حدا حابب ينضم لنا أو لا تترددوا، شيلوا السماعة وحكوا معنا عبر الرقم الأرضي 429-101. فيكن حتى عبر البث المباشر بوير عربي أو راديو بوير تكتبوا السؤال اللي بيخطر على بالكم بما يخص مجال الداخلية والقلبية الهضمية. أي مريض حابب يسأل معنا مشكلة عبر الواتساب برسالة فيكم تنضموا لنا 093-82-80-81-4. رح نكون مسرورين جدا لما بتشاركوا رابط البرنامج لحتى زملائكم أيضا يستفيدوا من هاللقاء والمعلومات القيمة، باعتبارنا بضمن شهر رمضان وأسئلتنا رح تكون أكيد بتخص مرضى الأمراض الداخلية والصيام. دكتور، الإجراءات التشخيصية، المريض اللي راجعكم بالعيادة شو بتتخذوا إجراءات تشخيصية من تحاليل وفحص سريري أو كذا؟ هلا القصة السريرية بتفيدنا كتير. غالبا القصة السريرية بتشخص المرض وبساعدنا التحليل البراز، نحدد إيش نوع مثلا فيروسي أو جرثومي أو طفيلي. التحليل البراز يفيدنا كتير. أيوة. وممكن إذا في المريض مثلا حالته العام نطلب تحاليل دموية، عندك الصوديوم والكرياتينين. تماما. ممكن يدخل المريض بقصور تجفاف، مش نجفف المريض. إذا مرتفع الصوديوم والكرياتين معناته المريض متجفف بحاجة لتغذية وريدية يعني. تماما. بس هدول الإجراءات دكتور هدول أكثر أشياء. هدول أكثر إجراء إيكو. هلا في تنظير كولون وتنظير كولون، هي بالأمراض المزمنة وشغلات هي ما نلجأ لها. حالات متقدمة. حالات متقدمة هذيك. أيوة. موضوع الالتهاب المعدة، الالتهاب الأمعاء المناعي وشغلات هي موضوع تاني هذاك يعني. تماما. دكتور، ذكرت إنه ممكن إنه المريض يحتاج سواء الإماها وريدية يعني سيرومات إذا صح التعبير. بالحالات المتقدمة. بس غالبا ممكن إذا حالة خفيفة ممكن المريض يشرب شرب. تعطيه شرب مثلا. طب دكتور، عم تذكروا انه التهاب المعده والامعاء انه عم يكون بحاله اقياءات، فالمريض ما فينه يشرب. لا تماما. بهالحاله او الحالات المتقدمه اللي يعني بتكون انه هي مثل الحالات اللي هلا المريض راجع مره مرتين مو مشكله، ممكن تعطيه ابره ديفوميد مشان المراجعه. وقفت له مراجعته بعد ساعه ساعتين يشرب مي. واذا عنت اذا عنت بده سيرومات. تماما. هلا اول شيء نعطي المي بعد أيوة. ساعه. اذا ما راجع المي نعطيه مثلا عصير. ما راجع العصير بعد ساعه نعطيه طعام يعني. نعرف انه ما في اقياءات. اما اذا من او اعطيته مي وتقيأ ما بقى خلص، ما بقى ما تكمل اكيد يعني. اكيد راح نحكي عن موضوع الطعام اكيد. اذا في معايير معينه لحتى المريض يستدعي مكتوب المشفى، ما هيك دكتور يعني؟ ولا انه عاده انه ممكن في معايير. هلا ممكن مثلا المريض اقياءات يومين مثلا معندة على العلاج يومين اكثر من يومين. ترفع حروري شديد ما بتحسن على العلاج. اسهالات معندة يعني حالة عامة سيئة، هبوط ضغط. ممكن يكون يعني صدمة إنتانية، مريض وضعه مكركب كتير تعبان. أيوة. ممكن هيك نشوف هيك حالات. تمام. يعني نضطر بهذيك الحالة نعطيه مكتوب بالمشفى وياخذ علاج سيرومات وريدية. تماما. دكتور، دائما بأي حالات مرضية في شيء اسمه انذار سيء او يعني الخطوط الحمراء. يعني ايمت بتشكل عامل الخطورة عند المريض وبيستدعي انه يعني خلص هذا مكتوب المشفى واموره
هاي السهم يتوجه لنحو الخطر يعني سواء كانوا المسنين أو الأطفال، إيمت العامل الخطورة أو الإنذار السيء بيكون بالتهاب المعدة والأمعاء؟ هلا حسب شدة الإصابة. مثلا هلا ممكن يجيك مريض مثلا متناول، في مرة بتذكر جاني مريض طفل صغير أكل سم تبع هذا البطول الفيران، صح. هذا ينام بالمشفى وآخر شيء للأسف وصل لمرحلة الوفاة، دخل بقصور قلب ودخل مشاكل، يعني متناول سم للأسف. تناول السموم ما ذكرناها نحن تماما، هاي يعني أحد الواحد الأسباب. يروح بده ينتحر ياكل سم تماما، حبوب أو حبوب أو سم أو هيك، حاولت انتحار يعني دوائي يعني. تسمم يعني مقصود تماما، مواد كيماوية أو شغلة أو يعني تسمم متعمد يعني. تماما، هذول يكون انذار سيء يعني. ممكن يدخل بقصور، غالبا توفوا بقصور الكلية، تدخل مريض قصور كلية توفوا بقصور حسب الكلية. الدواء وحسب الجرعات، حسب الجرعات. أيوة، ممكن تكون جرعة خفيفة. أيوة ممكن جرعة خفيفة يتعافى منها ويزبط وضعه يمشي حاله. تماما يعني. هاي أكيد هذا مو محور موضوعنا، ولكن نذكر يعني كده في حالات، بس يعني غالبا التهاب المعدة والأمعاء انذاره جيد، ويعني غالبية المرضى بتشافوا يعني. تماما. دكتور، معاناة أو خلينا بالشارع العام يعني دائما بتلاقي ناس بيتحججوا بأنه ما يصوموا بحجة أنه والله أنا معي قرحة معدية، أو والله أنا معي يعني بيتحججوا بهالأمور هاي. وأنا اللي بعرفه أنه صوموا تصحوا يعني. تماما. فالأطباء الأطباء شو بيحكوا؟ تفضل. ننصح بالصيام، بالعكس الصيام بقوي المناعة، بجدد الخلايا، بنشط الدورة الدموية، بالعكس بنشط جهاز الهضم، الخلايا بتتجدد، بنشط جهاز الهضم، بتريح المعدة، الكبد، بالعكس كل شيء يعني. تماما يعني. طب دكتور، استقلاب الجسم كله يعني، المرارة حتى أحيانا، المرارة لكل شيء، للأقنية الصفراوية لكل الجسم يعني، الكبد لا طبعا. طب المرضى اللي الأطباء يعني بيمنعون عن الصيام، مين هن دكتور مثلا؟ لو صنفوا لنا اياهم هيك. المرضى يخطر على بالكم، مرضى قصور القلب، قصور الكلية، المرضى عندهم امراض مناعية مزمنة، حالته العامة سيئة تكون يعني. هذول ما نقدر يعني الصراحة. داء السكري النمط الأول اللي معتمدين على الانسولين، هذول ما نقدر يعني. هذول اضطر يعني بحاجة مريض على طول يأخذ سوائل. تماما. باعتبارنا حكينا بموضوع الأدوية، كمان أيضا حجج بعض اللي ما عم يصوموا إنه والله أنا عندي دواء معين بساعات معينة. الأطباء كيف بيتعاملوا مع هيك مرضى؟ إنه مثلا إذا مريض عنده عمره 55 سنة وعنده دواء معين حبتين باليوم يعني، فشو بتنصحوه؟ ننصحه يأخذ عند الفطور وعند السحور. تمام، إذا ما في حجة يعني. إذا ما في حجة، إذا ما في يعني أعراض قوية مثلا، بالعكس الصيام يفيده. إذا مريض فعلا يفيده الصيام. تماما. راح أذكر مستمعينا اللي حابب يسأل طبعا عبر البث المباشر أو الاتصال بالرقم الأرضي 429 101، الاتصال عبر البث المباشر راديو بوير وبوير عربي. فيكن عبر البث المباشر بوير عربي فيكن تكتبوا أي سؤال يخطر على بالكم، رح يجاوب عليها الدكتور بركات. أيضا عبر الواتساب 093-82-81-81-4 رح نجاوب على أسئلتكم أكيد. وعم نحكي عن موضوع الصيام وموضوع التهاب المعدة والأمعاء. دكتور، اللي شوي حكيت عن موضوع المرضى السكري نمط أول. طب شو الفرق بين الأنماط الثانية دكتور يعني؟ هلا النمط الأول معتمد على الأنسولين، مريض يأخذ أنسولين، هذا السكر الشبابي بنسميه عند الشباب. هذا ما فينه يصوم، هذا ما فينه يصوم، لا ما مستحيل. مريض الكلية اللي عنده قصور كلية مستحيل. هذا مريض التجفاف، مريض قصور الكلية المزمن أو الحاد نفس الشيء يعني. المسن اللي فوق 60-70 سنة وعنده المسن، المرضى الكبار بالعمر عنده قصور قلب مثلا، قصور القلب احتقان مثلا، وضعه عم ياخذ مدرات للبول، عم ياخذ أدوية قلبية، ووضعه يعني حالته العامة سيئة، هذا ما ننصحه. مرضى الغدد دكتور، مدرات للبول في مرضى الغدد الصماء. هلا مرضى الغدد الصماء حسب الحال يلا تفرق يعني حسب. هلا في مريض مثلا عنده، هلا مرضى عندهم القصور غدة الكظر، هدول عم ياخذوا، ممكن عم ياخذوا كورتيزونات وما كورتيزونات، عندهم قصور كظر مركزي مثلا، عندهم مشاكل بالغدد وما غدد، يعني هدول نضطر يعني نعطيهم، يفضل ما يصوموا هدول. تماما.
يعني بينما القصور مثلا درق خفيف او عادي، هذا ممكن يصوم حبة باليوم عادي، ما في اي مشكله. أيوة. طب دكتور، اختلاطات التهاب المعده والامعاء شو هن او عوامل الخطوره لو تحكي لنا عنها يعني؟ هلا عوامل الخطوره هي ممكن قصور الكليه، تؤدي التهاب تؤدي لقصور كليه حاد، ممكن تؤدي ل يعني التهاب امعاء مزمن، يعني يستمر الاسهال ما يوقف على العلاجات. ايوه، يعني توصل لدرجه التهاب امعاء مزمن. نشوف هيك حالات بالحالات المهمله يعني اللي تمام. التهابات بمناطق معينه اخرى ممكن يؤدي لالتهاب سحايا، ممكن نتيجه الاهمال، مثلا المريض متاخر على العلاج همل حاله، ممكن يؤدي لالتهاب سحايا يعني. هي تصنف يعني عوامل خطوره يعني. هلا حمى التيفو اذا واحد همل ممكن يوصل كمان لمراحل يعني في خطوره، ممكن يوصل لدوره يعني درجه انه لا سمح الله الوفاه يعني. يدخل برجفان بطيني ويموتوا في بعض يعني. يصير تجرتهم دم، ممكن يصير تجرتهم دم، ممكن يدخل بمشاكل يعني. المريض دخل تجرتهم دم، حالة صارت حالة خطرة يعني. خطرة طبعا أكيد. بس طبعا حالات نادرة هي، مو انه يعني تشوف يعني طبعا، بس في هيك حالات مرضى معينين، مرضى يعني مناعتهم ضعيفة، ما في مقاومة، مهم للعلاج او يعني. تماما. عم شوف إذا حدا عنده أي سؤال عبر البث المباشر. سلامنا لجميع المتابعين والمشاهدين، نتمنى لكم رمضان طبعا رمضان كريم علينا وعليكم جميعا. أي حدا حابب ينضم لنا يعني في مجال للأسئلة، حتى عبر الواتساب حتى عبر الرقم الأرضي. رح نترك مجال شوي ورح نتطرق لموضوع النصائح. دائما بنختم برنامجنا وحلقتنا وباعتبار منبر وير هو منبر توعوي. دكتور، نصائح للمرضى بشكل عام. هلا كون العدوى هي عن طريق البراز والفم، ننصح بالنظافة الشخصية. أيوة. يعني واحد بعد ما يطلع من التواليت يغسل يدينه بشكل جيد بصابون غار، يغسل يدينه بشكل جيد. هلا النظافة يعني غسل الخضار والفواكه بشكل جيد، طهي الطعام بشكل جيد. يعني واحد يطبخ الأكل يعني يكون يعني طهي بشكل جيد، مو إنه مثلا في ناس ما يطبخوا بشكل جيد، مثلا يأكلوا الأكل ني، هذا أكبر غلط. هذا اللحوم النية، الجبن النية بالذات، يعني يجيبوا الحمى طبعا ممكن تنقل الحمى وممكن تنقل غير أمراض يعني. تماما. عندك التهاب الكبد بي ممكن ينتقل عن طريق اللحم الني يعني. ممكن يكون الحمى التيفو والحمى مالطية، كل هذول ممكن. البيض الني، في ناس ياخذوا بيض ني، هذا كمان تسمم، هذا ايضا هذا مرض. هذا ايضا النظام الغذائي، النظام الحياتي، النظافه. ايوه يعني النظافه بالدرجه الاولى تماما. يعني هي الغسيل، غسل الفواكه وغسل الخضار والشغلات هي كلها، وغسل الايدي كمان اهم شيء. تمام. يعني يبتعدوا عن موضوع العادات سيئة. واحد مثلا الخصوصيات الاخر يعني، سواء كان الكاسه او الاغراض الشخصيه لشخص هو آخر غالبا يعني. كمان العدوى بصير مناطق الازدحام، عندك الحضانه، المدارس، الشغلات، المناطق المكتظه العدوى تنتقل. تماما. هاي العوامل المسببة أيضا. بنهاية اللقاء بتشكر كتير الدكتور بركات الكلاق، أخصائي بالأمراض الداخلية والقلبية، خريج جامعة حلب وما شابهها. نشكركم على المعلومات القيمة والاستضافة الحلوة. نشكركم أيضا مستمعينا ومتابعينا على حسن متابعتكم. بنقول لكم مرة تانية رمضان كريم، وإن شاء الله الأسبوع الجاي وضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة، وشكرا لكم دكتور.